يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم معمول الطحين بحشوة الجوز والتمر. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبلش. وبجات نزلت كيلو طحين وعليه نص كيلو سمنة وبحرك. وببلش لمن مع بعض لحتى تتماسك السمنة مع الطحين وتشكل معنا العجينة. وبتركها ليلة كاملة بالثلاجة. وهيك صارت بعد ليلة كاملة بلش كسرها وفتفتها بهذا الشكل. بعد ما طريت العجينة ضفت لها ملعقة صغيرة محلب و4 معالق قطر، وعلى جنب بضيف كاسة مي باردة مع كاسة سكر وبحركن ونزلها على الخليط. وبلش لم العجينة لم مو عجن بهذا الشكل لحتى تتماسك المكونات، وبتركها ترتاح لمدة ساعة ونص. وبهذا الوقت بساوي الحشوات اللي هي بجاط بنزل نص كيلو عجوة، بضيف عليها ملعقة صغيرة جوزة الطيب وملعقة صغيرة قرفة وملعقة سمنة وبعجنها. والحشوة الثانية هي الجوز، كسرته وضفت عليه ملعقتين سكر بودرة وملعقتين قطر وملعقة سمنة وملعقة صغيرة ماء زهر وبعجنها. وبعد ما ارتاحت العجينة هيك صار قوامها. وهلأ ببلش بتشكيل المعمول. أنا استخدمت هذا القالب وإنتوا استخدموا اللي بتحبوا. أخدت قطعة صغيرة من العجينة بكورة وبحشية بهذا الشكل وبحطها بالقالب. وبنفس الطريقة بعمل كل الكمية. وهيك صار المعمول عندي جاهز. بدخله الفرن، بشغل من تحت وبس استوى برفعه وبشغل من فوق. وهيك شكله بعد ما طلع من الفرن. ورشيت عليه سكر بودرة وهاد شي اختياري. وهون حبيت فرجيكن قلبه من جوا. وهي كانت وصفتنا لليوم من أطيب وصفات المعمول. إن شاء الله تعجبكن وصحتين وهنا.